مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. الارهاب صداع بيهدد العالم، واوروبا بدات انها تاخد جزء من نوبات الصداع هذه، سواء كان اللي حدث في باريس مثلا، او فكره انه عدد كبير جدا من المواطنين الاوروبيين انضم للتنظيمات الارهابيه زي داعش على سبيل المثال. الحقيقه انه مصر قدرت انها تصبح رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن. دي مسألة مهمة جدا، ودليل على الاحترام الدولي لما تقوم به مصر في مواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. منطقة الشرق الأوسط منطقة أصبحت للأسف متفجرة جدا، والمشاكل فيها بقت كتيرة. إزاي نفهم اللي بيحصل ده ونعرف أسبابه؟ وده اللي هنتكلم عليه، وأيضا نجد الحلول. ده هنتكلم عليه مع ضيفي سيادة اللواء رضا يعقوب، الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بيك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى المشاهدين. يا فندم، عايزين في البداية نتكلم عن أسباب الإرهاب، والأسباب اللي وصلت بينا من إرهاب عادي لإرهاب مكثف ومتغير الأنماط زي اللي احنا فيه دلوقتي. أولا، مصر مرت حاليا بثلاث استحقاقات عالمية زي ما سيادتك قلت دلوقتي. رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب الدولي هي انضمت أولا عضو غير دائم بمجلس الأمن، وده يجعلها في اتصال بصفة مستمرة مع العالم الخارجي. ثانيا، تولت رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب الدولي، ودي أكبر لجنة مختصة في العالم بمكافحة الإرهاب الدولي. هي تختص بوضع استراتيجيات مكافحة الإرهاب الدولي، بتدعم الدول التي بها إرهاب دولي، تحارب الإرهاب الدولي. وهو في فرق بين مكافحة الإرهاب ومحاربة الإرهاب. مكافحة الإرهاب إننا بيبقى العدو خفي، بيبقى العدو بحاربه فكريا واقتصاديا وسياسيا، إنما محاربة الإرهاب بيبقى عسكريا، بتدعم الدول اللي بها إرهاب، بتكافح الإرهاب، بتدرس أسباب الإرهاب والعمل على تلافيها. بالإضافة إلى ذلك لها دور في تدعيم الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي، و اتباع قواعد حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب الدولي والشرعية القانونية في الإرهاب الدولي. وبعد كده بالإضافة إلى أن لما احنا بنضع أي منظمة أو أي مجموعة كإرهابيين دوليين، يترتب عليهم طلب توقيفهم، طلب أي محاكمتهم، مصادرة أموالهم بين الدول، منع الملاذ الآمن، بالإضافة إلى إن إمداد الدول التي بها إرهاب دولي بتقنيات حديثة لمكافحة الإرهاب. طب احنا هنرجع برضه لسبب وجود الإرهاب المتغير والمتنوع اللي احنا فيه، اللي وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دي. عدة أسباب. هي أولا ما فيش مفهوم محدد بين العالم تعريف بمعنى الإرهاب الدولي. أتمنى بقى مصر بعد ما تبوأت هذه المقاعد أن تضع مفهوم محدد للإرهاب الدولي. الحروب طويلة الأمد تؤدي إلى الإرهاب الدولي، زي الصراع اللي موجود في الشرق الأوسط الكيان الغاصب الإسرائيلي. كل فترة يعقد حروب، اعتداء على غزة، اعتداء على الفلسطينيين، كل ذلك يؤدي إلى إرهاب دولي. سئل أحد القادة الإسرائيليين: ماذا تفعل لو ولدت لأب وأم فلسطينيين؟ قال: كنت سأنضم إلى منظمة إرهابية. تهميش الأفراد داخل المجتمع يؤدي إلى إرهاب دولي. وإحنا شفنا 31,000 مواطن في الغرب توجهوا إلى داعش بسبب تهميشهم في المجتمعات التي هم بها. الهجرة، التشريد القسري، احنا كان عندنا تشريد قسري للفلسطينيين، دلوقتي بقى فيه العراقيين، وبقى فيه السوريين، وفي اليمنيين، وفي الليبيين. وكان في مقولة شهيرة للزعيم الخالد جمال عبد الناصر، قال: كل يهودي يقاتل وراءه البحر، هيركب البحر ويروح البلد اللي هو جاي منها، اما كل مصري يقاتل وراءه الضياع، لان احنا ما عندناش غير اراضينا هي التي تسعنا. بالاضافه الى عدم تطبيق قواعد العداله في المجتمع، ضعف الانتماء للدوله يؤدي الى الانضمام لجماعات الارهاب الدولي، تدهور الاقتصاد يؤدي الى الارهاب الدولي، الاضطهاد، سواء الاضطهاد نفسي او واقعي. الاضطهاد الواقعي زي ما بنشوفوا ان الناس بتعامل من بعض الدول باسلوب خاطئ، باسلوب قسري، باسلوب التقتيل، او احيانا بيبقى الاضطهاد نفسي، ان الواحد يعتقد ان هو مضطهد في البلد اللي هو فيها، زي جماعة الاخوان. الشعب المصري اقصاهم من الحكم
وليس إلا، إنما هم ابتدوا اعتقدوا أنهم مضطهدين فابتدوا يواجهوه بعمليات إرهابية. بالإضافة إلى ذلك التدني الاقتصادي، العدالة، التمييز بين هو حضرتك كده طبقات المجتمع. مجموعة كبيرة جدا من الأسباب، هو مجموعة من أقواس القزح بكل الألوان اللي فيها. جزء منها موجود عندنا، جزء منها موجود حتى في الغرب. يعني ما عادش في دولة دلوقتي إلا لما هنلاقي منها 1 أو 2 أو 3 من هذه الأسباب، وأعتقد ده اللي خلى الإرهاب ظاهرة عالمية. خلينا بقى نخرج ونشوف تقرير، والسادة المصريين في الشارع المصري شايفين كيفية التصدي للإرهاب إزاي، ونرجع عشان نعلق على التقرير. محاربة الإرهاب أولا الموضوع ده يبتدي من الأسرة، بداية من وهو طفل صغير لازم يكون فاهم أصلا العلاقة ما بين الأديان وبعضها، لأن هي دي سبب المشكلة الرئيسية. الأسرة لازم تبث في نفوس كل الأطفال من صغرهم وإن هم صغيرين التوعية الدينية، سواء كان مسلم أو كان مسيحي. المسلم لازم يبقى عارف حقوقه وواجباته، نفس الكلام بالنسبة للمسيحي يكون عارف حقوقه وواجباته. بعد كده الموضوع بينتقل للمدرسة. المدرسة برضو عليها دور كبير وعامل كبير جدا في ان هي توعي كل الاطفال، والمفروض ان ده يكون مذكور في المناهج الدراسية بالتفصيل. والبدايات بتاعته كلها لازم تكون بيزكس كأساسيات، وبرضو تكون مش نكون ان احنا بنكافح تطرف او ارهاب او نواجهه، لان احنا مش عاوزين الموضوع يبان كانه مقاومه. الموضوع يكون اصلا توعيه اساسيه بالاساسيات والسلوك، سواء من الناحيه الدينيه او من ناحيه التربيه، السلوك والاخلاقيات. اذا الكلام ده احنا عملناه كبدايات في حياتنا، سواء كان في البيت او في المدرسه، ده هيخلق اصلا نشء وجيل جديد هيبتدي هو يكون طالع فاهم اصلا، وهيكون من الصعب ان حد ياثر عليه سواء كان داخل بلده او خارج بلده لما يطلع ويتخرج بره. بالنسبه للقضاء على الارهاب، احنا محتاجين الاول نثقف الاولاد في المدارس بان احنا لازم نبث فيهم الروح الوطنيه، ونعرفهم ايه مزايا الانتماء للوطن. وبرضه لازم ننهض بالمناطق العشوائيه والفقيره والناس اللي هي دخلها محدود او دخلها مش مكفي، عشان خاطر ما حدش يستغله وفي عمل ارهابي، او يحاول ان هو يستغل فقره بان هو يجنده في عمل يضر الوطن. وكتير قوي ناس بتتمسك، وبعد ما بيتمسك بيبقى سبب ان هو ولجأ للعمل ده ان هو حد اشتراه بسبب فقره. اهم حاجه في الدنيا في حاله التعليم، كنا ان احنا نوصل لتعليم كويس وعداله كويسه، ونثقف ولادنا ونعلمهم ازاي حق الطريق وحق اذا اتعلم كويس ما حدش يلعب في دماغه. الارهاب والله ده احنا مننا، احنا الشعب المصري، يعني ما حدش بيجي من بره بيعمل لنا مشاكل، احنا بنعملها بايدينا. فالحكايه دي عايزه ثقافه، عايزه الشعب نفسه يبقى عنده ثقافه يعني ايه، ويعرف يعني ايه وطن، ونعرف ان في الاخر اخره، يعني في حساب في يوم القيامه هنتحاسب على دون. الارهاب ده مشكله متعلقه بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع والتعليم والوعي، دي نمره واحد. نمره اتنين تفسير الاسلام. دي مشكله ان احنا بنلجأ للنصوص القديمه كما هي بدون تصرف. زائد الدوله لازم تبقى قويه، ولازم الدوله تكون يعني على درجه من اليقظه، بحيث انها تاخد بالها بالناس اللي بيحاولوا يعني يخلقوا عناصر جديده او يغيروا بالشباب. عدنا لحضراتكم. من أهم الموضوعات اللي السادة تطرقوا إليها تجديد الخطاب الديني، أيضا رفع الوعي الديني وتقبل الآخر في كل الأديان، والتعليم الحقيقي اللي بيؤثر على الإنسان وعلى قدرته على التعامل مع الآخرين. واتكلموا عن الثقافة، واتكلموا أيضا على الضغوط الاقتصادية، واتكلموا عن سيطرة الدولة. ايه رأي حضرتك في ده الكلام؟ والله هو كلام مظبوط. احنا هنبتدي اذا كنا عايزين نقضي على الارهاب، اولا المجموعه اللي اتكلمت يبقى مشاركه المجتمع المدني في محاربه الارهاب. تمام. والكلام ده وجدناه حينما حاولت داعش ان تبني لها دوله في العريش ورفح والشيخ زويد. احنا استخدمنا تقنيات حديثه في الالتقاط او في معرفه قواعد الارهاب اللي موجوده هناك.
بالإضافة إلى أن قوات الاستطلاع استطاعت أن تحدد الأسلحة والأنماط اللي بيستخدموها. أهل العريش وأهل سيناء أمدوا القوات المسلحة بالمعلومات الخاصة بالقضاء على الإرهاب، لذلك قوة الانتشار السريع تدربت حينما راحت نفذت وكأنها في مشروع تدريبي استطاعت أن تقضي على هذه الإرهاب. يبقى إذن المجتمع المدني والجمعيات المؤسسات الغير حكومية والبشر الطبيعيين المواطنين المصريين الطبيعيين لازم يحافظوا على حقهم وحق أولادهم في الحياة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية بقى اتكلموا عن الثقافة. حينما ينشأ دار للثقافة يقضى على الإرهاب. تمام. لابد أن الثقافة تبقى يعني عماد في المجتمع. التعليم والمفهوم الديني للرسالات السماوية كافة لابد ان ننشرها. كل دي الناس دي قالتها بتلقائية، انما ده اسلوب علمي واسلوب متحضر، بالاضافة الى ان مفيش تمييز بين طبقات المجتمع. انا لما بميز فئة في المجتمع عن باقي الفئات يبقى انا بسيب احقاد او بسيب فرصة للتطرف. لازم الناس كلهم يكونوا سواسية امام القانون. بالظبط، مفيش اضطهاد زي اللي قال الدولة تبقى يدها من حديد، او لكن ما اضطهدش الناس، ما حققش الامن على حساب العدالة. ان انا اظلم ناس، ان انا اتجه بناس الى غياهب السجون بزعم ان انا بحقق العدالة. الظلم لابد ان يزال بين طبقات المجتمع المصري كافة. تمام. واحنا بنتكلم على منطقة الشرق الاوسط هنجد انها من اكثر المناطق في العالم اللي بتأتيها موجات متوالية من الارهاب. بلدان العالم الاخرى حتى الفقير منها الارهاب ما بيبقاش فيها لفتره طويله، ولو قعد لفتره طويله ما بيتكررش تاني. احنا ليه المنطقه عندنا بتعيد افراز الارهاب؟ اولا هل دي مخططات خارجيه ولا احنا المنطقه نفسها فيها من الاسباب ما يدعو لتفريقه مره ورا الثانيه؟ اولا دي مخططات قادمه الينا من الخارج. احنا شفنا ان الولايات المتحده الامريكيه احنا بنقول عليها يعني ايه ذات اتجاهات متضادة في مكافحة الإرهاب الدولي. حينما تنظر إلى الشرق الأوسط أولا تتجه إلينا بالإرهابيين اللي وضعتهم في أفغانستان، تدمير الجيش العراقي أوجد بيئة حاضنة لداعش، الحرب اللي في سوريا بقالها فترة، حينما اتجهوا إلى مساندة الثورة بزعم أنهم يساندون الثورة الليبية قاموا بالقضاء على معمر القذافي، إنما تركوا السلاح في يد مجموعة إرهابية تقوم بتدمير الشرق الأوسط. حينما تتجه بالاتجاه الثاني اللي احنا بنسميها يعني ايه تعرفي سيادتك برج الجوزاء اللي هو اتجاهين متضادين، فلما تنظر الى الكيان الغاصب الاسرائيلي تنظر له بعين الرحمه وبعين انها تبيح الارهاب وبعين انها تمد بالاسلحه بحيث انه يعبث في هذه المنطقه ويدمرها. يعني وبعدين فيبقى اذا ايه ده بيحدث اضطراب. وبعدين نيجي نلاقي الولايات المتحده الامريكيه تعقد مؤتمر خاص بمكافحه التطرف. طب انتوا جيتوا اوجدتوا لنا التطرف في منطقه الشرق الاوسط. ما سبب عقد هذا؟ بيحصل اضطراب في العالم. باريس تعرضت للارهاب، تونس تعرضت للارهاب، الولايات المتحده الامريكيه تعرضت للارهاب. هل ده شكل جديد في منحى الارهاب؟ وليه احنا شعارين ان في نوع من انواع التخاذل من الامم المتحده في التعامل مع الارهاب، ما بيتعاملوش معاه وما بيشجبوهوش بما هو يعني اهل له الا لما يكون العمليه في اوروبا او في امريكا، انما لو عندنا في مصر لو عندنا في المنطقه العربيه لا عادي جدا مفيش مشكله. ما هي دي ازدواجيه المعايير اللي عامله اضطراب في العالم اولا، ثانيا هم لغايه دلوقتي رفضوا انهم يضعوا تعريف دولي محدد للارهاب لانه هيطول الكيان الغاصب الاسرائيلي وهم كلهم هيطول عدد كبير جدا من العمليات العسكريه خارج مكانها اللي هم بيعملوها بدون اذن حد بدون اي تنسيق دولي. فاذا حتى يحمل الكيان الغاصب الاسرائيلي بيضطروا يدمروا منطقه الشرق الاوسط بالكامل. وده يعني ثم حطوا هنا في منطقتنا، وكل فتره بنلاقي قواعد للحروب. لما بيطول اوروبا او بيطول الولايات المتحده الامريكيه بيبقى لهم عندهم نظره اخرى، انما هم الذين وجدوا يعني اوجدوا هذا الارهاب. في هيلاري كلينتون قالت
انه اوباما يحمل ذنب الفراغ اللي احدثه في سوريا، ترتب عليه ملء هذا الفراغ بجهاديين. هم مش جهاديين، هم الارهابيين، بس هم لغايه دلوقتي بيصدروا لنا الارهاب على اساس انهم مجاهدين او ناس بتيجي تجاهد ضد الكفر وضد فاذا هم الذين اوجدوا هذه العناصر الارهابيه. في برضو عضو في مجلس الشيوخ الامريكي اسمه لينوس جراهام قال ان اوباما لا يملك استراتيجيه لمكافحه الارهاب الدولي. لما داعش وصلت الى الموصل اعلن اوباما في نفس اليوم انه لا يملك رؤيه او استراتيجيه لمكافحه الارهاب الداعشي في منطقه الشرق الاوسط. نلاقيه بيلقي اسلحه ويزعم انها سقطت خطا في يد داعش. لا، هو قاصد، هو بيعمل توازن في المنطقه بين الارهاب وبين الجيوش بحيث انها تفضل لفتره طويله غير مستقره. طيب هم مستفيدين ايه من الحكايه دي؟ اي نعم هم هيبيعوا سلاح وكل حاجه، لكن في الاخر خالص الارهاب عمره ما بيستقر في منطقه واحده، والبشاره هي بانت الارهاب بقى يسافر عندهم ويعمل عمليات ارهابيه وتفجيرات وما الى ذلك. هو طبعا انقلب السحر على الساحر. هم اوجدوا لنا هذه القواعد الارهابيه من القاعده في افغانستان الى تفريغ الجيش العراقي، اوجدوا بيئه حاضنه لداعش، الى ليبيا اوجدوا بيئه حاضنه لداعش، اليمن وسوريا اوجدوا فيها قواعد ارهابيه. انما حينما بدا الارهاب كسرطان انتشر وانتقل اليهم في بعض المواقع التي تاثروا بها. امتى بقى هيبتدوا يتعاونوا فعليا في الحرب على الارهاب؟ هو اولا اللي انا ارى، اتمنى ان بعد ما الغرب انكوى بهذه القواعد الارهابيه انه يتجه الى القضاء عليها، انما الى هذه اللحظه لم يبدي هذه النيه الحسنه للقضاء على الارهاب، لا في الشرق الاوسط ولا في اي منطقه. هم بيقضوا عليه في مناطقهم فقط، انما في الشرق الاوسط لا زالوا يمدونه ولا زالوا يفردون هذا السرطان، يدعمونه بشكل او باخر. طيب بالنسبه لملف الارهاب في مصر، طبعا الجيش والشرطه بيحاولوا تأمين الحدود، وهو الحقيقة عاملين شغل جبار في هذا الموضوع، لكن برضو الإرهاب ما زال مستمر، انه ابتدوا بقى يعني يرجعوا تاني لعمليات التفجيرات ويعملوا العمليات اللي بتبقى فيها أكثر من إرهابي، بحيث ان لو مسكوا واحد يبقى فيه أكثر من طرف داخل هذه العملية لإحداث أكبر قدر ممكن من الضحايا والقتلى، زي ما حصل في عملية القضاء اللي كانت في سيناء. هذه التغيرات في استراتيجية الإرهاب ايه سببها؟ والحكومة المصرية حاليا غيرت ايه في استراتيجيتها علشان تتعامل مع هذه التغيرات؟ اولا الإرهاب ابتدى يستخدم التقنيات الحديثة من المتفجرات ومن الاتصالات ومن الأسلوب اللي بينفذ به هذه العمليات. داعش والعمليات الإرهابية بقت ذات تمويل مادي كبير، دي اللي ساعدتهم في انهم يطوروا العمل الإجرامي اللي بيقوموا به. لكن في مصر ابتدى احنا الأسلوب برضو بتاعنا يتطور. احنا شفنا في العملية لما جم يستقطعوا قطعة من مصر في المثلث بتاع زويد والعريش والشيخ زايد، استخدمنا احنا التقنيات الحديثة. بدأنا بالأقمار الصناعية، بدأنا برصد اتصالاتهم، بدأنا برصد اتصالاتهم الإلكترونية الهاتفية، تحديد مواقعهم بدقة، وإغلاق الأنفاق عشان ما حدش يخش تاني. واستطعنا أن نتعامل معاهم بحرفية أكبر من لدرجة أنهم ابتدوا يستغيثوا، طلبوا نجدة عن طريق البحر. توجهت القوات البحرية المصرية ومنعت هذا الاتجاه. واحنا اصلا بنستمد معلوماتنا في مكافحة الارهاب بثلاث اساليب. اول حاجة بالتقنيات الحديثة، والحمد لله احنا ابتدينا نستخدمها. الاسلوب الثاني من التحقيقات الجنائية في القضاء وفي النيابة وفي اجهزة الشرطة. المعلومات الثالثة بما يمده الاهالي من معلومات في ضد الجزء الاخير اللي احنا نتمنى ان يكون الحراك الاجتماعي ضد الارهاب. بالظبط، هي دي الاساليب يعني المثلى للقضاء على الإرهاب. تمام. لكن احنا لما بنتكلم عن الإرهاب هي معركة داخلية وخارجية. وزارة الخارجية المصرية بكل دبلوماسييها، السفارات والقنصليات وكل أعضاء الهيئات الدبلوماسية بداية من السفراء وصولا للمحققين الإعلاميين والثقافيين وما إلى ذلك، الدور اللي يقدروا يلعبوه علشان يبقوا لاعبين حقيقيين
في هذه المعركة ضد الإرهاب؟ اولا انا يعني معلش هنقول في قصور في هذا الاتجاه. تمام. قصور كبير جدا. انا اتمنى ان الاعلام بتاعنا كان الرابع على العالم في فتره الستينات ان يعود ويتبوأ هذه المكانه عن طريق. احنا لسه ما كناش على، احنا بنتكلم على السفارات. انا هدخل السفارات لان الاعلام جزء من محاربه الارهاب. فاتمنى ان كل سفير لنا في الخارج يكتب مقالة واحدة في إحدى الصحف التي في الدولة اللي هو بها، ويستدعي إحدى القنوات المرئية وأحد الإعلاميين في الصحافة المكتوبة مرة في السنة في الدولة اللي هو فيها، يجروا حوارات مجتمعية وحوارات سياسية لينتشر الدور اللي احنا بنقوم به في مكافحة الإرهاب، لأن لازم نوصل صوتنا للعالم كله. احنا صوتنا لغاية دلوقتي ما وصلش وصوتنا ضعيف، بدليل ان جماعة الإخوان لها باع أكبر من اللي احنا بنعمله في الإعلام الخارجي. يبقى إذا لابد أن تتعاون الخارجية مع الإعلام في توصيل المجهود الذي تقوم به مصر في مكافحة الإرهاب الدولي، وفي بما تقوم به مصر في مكافحة الإرهاب داخل أراضيها. بما أن حضرتك خبير استراتيجي، هل تعتقد أنه إحنا قادرين على العمل ده دلوقتي، ولا وفقا لتغيرات الأمور وسرعة جريانها إحنا بحاجة لتدريب كوادر قادرة على التعامل مع هذه الموضوعات وطرحها وفقا لكل بلد الناس هتروح لها، وفقا للتوجهات السائدة فيها، وفقا لطبيعة الموضوعات اللي الشخص يقدر يتكلم فيها او لا، سواء كان اعلامي او كان بلا تدريب لا تطوير. هذه النقطة الأولانية. يبقى لازم يبقى في تدريب مستمر متكامل يؤدي إلى النجاح في جميع العمليات. المطلق وخاص بالبلد اللي كمان هنتعامل في كل مجاله. يعني احنا في الداخلية مثلا عندنا في مراكز لمكافحة الإرهاب الدولي، عندنا دورات تنشيطية، عندنا في تدريب مستمر. أتمنى أنه يصل إلى الإعلام، يصل إلى الطب، يصل إلى الهندسة، يصل إلى جميع، بحيث الارتقاء اللي ما يزودش السيرة الذاتية بتاعته لمدة سنة القبر أولى به. تمام. يبقى التدريب أهم شيء في جميع المجالات. سؤال أخير، السوشيال ميديا متهمة بأنها مستغلة في تجنيد المزيد من العناصر لداعش وللمتطرفين وللإرهابيين وما إلى ذلك. احنا نقدر نعمل ايه علشان نحل هذا الموقف ونتصدى ليه؟ اولا لابد احنا لغايه دلوقتي في خلاف بيننا وبين الشباب. لابد ان نعمل مصالحه مع الشباب. الشباب له 3 اتجاهات، في جزء متكاسل احنا ننشطه، في جزء الرؤيه غير واضحه بالنسبه له، لابد ان نوضح له الرؤيه، في جزء على خلاف مع الدوله، لابد اننا ننزل لهذا الدور ونبتدي يا اما هو يقنعنا برايه، يا اما الدوله تقنعه برايها. يبقى في حوار مجتمعي. الحوار المجتمعي هو الذي يزيل. انا هقول كلمه واحده بس، الله يرحمه الدكتور عبد القادر حاتم كان بيقوم بهذا الدور. احنا عايزين عبد القادر حاتم اخر يقوم بهذا الدور، الاتصال بالجامعات والاتصال بالمراكز الثقافيه ومراكز البحوث، علشان نبتدي نصل الى هذا الدور الذي يزيل الضباب عن جميع الرؤيه المصريه اللي موجوده في المجتمع المصري ان شاء الله. سيادة اللواء رضا يعقوب الخبير الامني والاستراتيجي، حضرتك نورتنا طبعا النهارده. شكرا. مشاهدينا الكرام، عشان نحارب الارهاب احنا بنحارب علشان نحمي نفسنا ونحمي ولادنا ونديهم فرصه ان يعيشوا في هذا البلد امنين بكره. احنا بنحمي مستقبلنا. بناء على ذلك دي حركه لازم كلنا نشارك فيها، حركه هتفرق كتير لانها حياتنا. هستاذن حضراتكم بعد الفاصل زميلتي العزيزه رباب وضيفها، وان شاء الله فقره متميزه.